نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بل حدثني شيخنا الشيخ صالح العصيمي حفظه الله ووفقه ورفع قدره ومنزلته وأجزل الله له الأجر يريد أن يسقط هؤلاء العلماء. هل سوف تسد مسدهم؟ هل عندك استعداد أن تسد مسد هؤلاء العلماء؟ الجواب لا. يسقطون ثم يجلس على أريكته يترك أهل الباطل يتخوضون في باطلهم. ولم نسمع كلمة عنه في قدح الرافضة ولا في قدح الليبرالية ولا العلمانية، إنما همهم يصبح لا يمسي العريفي، العودة، فلان، سفر، وغير هؤلاء الأسماء الذين لا نعلم عنهم إلا خير، وغير هؤلاء الأسماء الذين لا نعلم عنهم إلا خير. المسألة خطيرة جدا، وهذا فيه وجوب الرد على المخالف، عكس ما يقوله أولئك يقولون اتركوا الردود، خلوا الناس كل له رأيه واحترامه وحرية الرأي وحرية الكلمة. بهذا تهلك الأمة، بهذا تهلك الأمة. السلف ما سكتوا عن أمثال هؤلاء، فضحوهم وردوا عليهم لعلمهم بخطرهم على الأمة. نحن لا يسعنا أن نسكت عن شرهم. يصف السلفيين الذين يردون على المخالف بالطائفة الخبيثة والقردة والخنازير والأنجاس. فما أن يبرز لنا طالب علم نفع الله بكلمته واجتمع الناس حوله إلا وينبري له طائفة خبيثة قرود أنجاس خنازير يريدون أن يسقطه، يريدون أن يسقطه. ليس همهم الأخطاء التي يقع فيها. يدافع عن العودة والعريفي وعائذ القرن والحوالي ويعتبرهم علماء، إنما همهم يصبح لا يمسي العريفي، العودة، القرني، فلان، سفر، وغير هؤلاء الأسماء الذين لا نعلم عنهم إلا خير. اسكتوا عن العلماء يا إخوان. يتهم من حذر من ضلال سيد قطب كابن باز والألباني وابن عثيمين بعدم الفصاحة. وبعض الناس قد يكون لا يعرف الأدب ولا البلاغة فيتهم الشيخ سيد قطب ببعض الاتهامات، وإنما المتهم فصاحة هذا القارئ وبلاغة هذا القارئ. صالح العصيمي تعرف منه تنكر، له كتاب أثنى فيه على رؤوس الضلال الحركيين كسلمان العودة وسفر الحوالي وناصر العمر وعبد الرحمن عبد الخالق وأمثال هذا الضرب الذين هم يعتبرون رؤوسا للبدعة والضلال والفساد والشر، ولا نعرف عنه تبرؤا من ذلك أو بيانا وإيضاحا. العصيمي، صالح العصيمي، هل هذا من أهل السنة أم من أهل البدع؟ العصيمي على الصحيح أنه يعتبر يجري في مجرى أهل البدع، كتبه واضحة، يثني على الأخوان المسلمين في كتابه، وينقل عن سيد قطب، وينقل عن ماذا سلمان العودة وهؤلاء، وعنده أصول في عدم الآن معروف أنه منكر من حيث الجرح والتعديل، ويسخر من أهل العلم، يدعي أنه كأنه مرجع الأمة، فعنده ضلالات، ووقفون الأخوة على كتاب من كتبه وأشروا عليها، فعنده الطامات نسأل الله السلام، فهو يلحق بجماعة الإخوان يشيد بهم، وينكر على من يقوم بالجرح والتعديل، ينكر على أهل السنة، وينكر على علماء الجرح والتعديل، باعتبار كان يتكلم على شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، الإمام أحمد وابن معين وشعبة وكذا فيهم، إشارة إلى التنقص فيه منهم، فنسأل الله السلامة. فالذي يدافع عن البدع ما يدافع عنهم إلا قد انغمس فيهم، أو إنسان يترك كتب أهل العلم وينقل من كتاب سلمان وسفر وكتب ماذا سيد قطب غيره من المنحطين، نسأل الله السلامة. فهذا الكلام موجود يا أخوة، موجود، انظروا إلى أخطائه، وموجودة بالصفحة، حتى الطبعة قالوا أن هذا كان طبعة قديمة، جاءوا الطبعة الجديدة وصوروها، وهذا الطبعة نفس الكلام،
فالله المستعان. فما ينبغي أن ندافع عن هؤلاء ونجعل نختلف، ما يعني يحسن بأهل السنة يختلفوا مثل هؤلاء أشخاص قد ظهروا، ويعني ماذا، قد ظهر أمرهم عيانا في مؤلفاتهم، كتبهم، في أقوالهم. يتكلم هذا في محاضراته، ينكر ويتنقص من العلماء المتقدمين، علماء الجرح والتعديل، يعني عنده ما في، لا تتكلم على الحزبيين ولا تتكلم على، نسأل الله السلام. فنوصي إخواننا أن يقبلوا على طلب العلم النافع ويتأسوا بالعلماء المعروفين بالخير والصلاح من أهل السنة، هم كثير الحمد لله. فما يجي نفترق فيما بين فلان وفلان، فالحق أحب إلينا. والله لو كان الإنسان مهما كان عندنا مبجل ثم بعد ذلك يخالف الكتاب والسنة، تمام، فلا يضل نفسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يرفع الله العبد بقدر تمسكه بالسنة، على قدر تمسكه يرفعه الله. والله لو كان على صلاح وخير ما تكلموا فيه وما بلغ إلى هذه الردودات الذي عليه، حتى بعض أهل العلم ردوا عليه وتكلموا عليه. ولا لو كان على خير الصلاح ما سيتكلم، من يتكلم في الفوزان ولا يتكلم في العباد ويتكلم في أمثال هؤلاء العلماء الجبال، أنهم على خير وصلاح واستقامة. حتى لو حصل منهم شيء يحملوا على السلامة، أنه شيء ما بلغهم أو صور لهم الأمر على غير حقيقته، تعرف أنه هذا ظهر لنا في عشية وضحاها، وخلوه يعني تبع اللجنة الدائمة وكبار العلماء يعني شيء غريب، فترة ما ندري به إلا ظهر هذا، وهو يعتبر رأس من رؤوس الإخوان المسلمين على هذا، على ما رأينا في كتبه وفي مؤلفاته. نسأل الله الثبات. ونحن لا نريد أن نرد على أحد، لأن المقالات لا تتعلق بالرجال، والرجال يتغيرون ويتحيرون، إما تقوى وإما سياسة، ولكن الذي ينبغي أن يوجه إليه صاحب العلم إرشاده وبيانه هو المقالات نفسها. هذه القاعدة ليست من قواعد أهل العلم، ليست من قواعد العلماء الربانيين الذين يعتد بعلمهم، وإنما قواعد العلماء سابقا ولاحقا التصحيح لما يستحق التصحيح، والتجريح لمن يستحق التجريح. وعلى هذا مشى أهل السنة والجماعة، السلف الصالح وأتباعهم إلى يوم الدين، وما كتب الجرح والتعديل عن الأذهان ببعيد. وهذه من المغالطة، صاحبها إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون ملبسا ومضللا للناس، فحسبه الله، ونسأل الله أن يهديه ويرده إلى الحق ردا جميلا. بعض الناس يتصل عليك أو يكتب لك ورقة أو غير ذلك، لا بد تبين موقفك. وش موقفي؟ ما هو بشرط تتكلم، أحيانا يكون من بيان الحق السكوت، حتى يعرف الناس أن هذا من أدب الدين، وأن التؤدة والنظرة والصبر في الأمور وتفرسها يحتاج إلى عقل، يحتاج إلى مدة. يعني نسكت ونخلي أهل الضلال يفسدون في دين الله؟ لا، يجب أن نحذر منهم ونبين مناهجهم وخططهم، ما نسكت، هذا كتمان. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، لا بد من البيان عندما تظهر الفتن والشرور والمذاهب الخبيثة والمناهج المنحرفة. ما نسكت، ما نفسح المجال لأهل الكفر وأهل النفاق وأهل الضلال ينشرون شرهم، بل يجب علينا أن نحذر منهم ونبين ضلالهم كما فعل ذلك الأئمة. وهو قول ابن تيمية الحفيد، ذكره في التحفة العراقية إجمالا، وبسطه في الرسالة المدنية، وهي من آخر ما صنف، فكان منتهى قوله في المسألة إثبات المجاز مع القرينة، وانتهى إلى القول بإثبات المجاز مع القرينة، وهذا هو أحسن الأقوال.
لا، هذا الكلام غير صحيح. أولا، ما في التحفة العراقية ليس فيه ما يشير إلى أن شيخ الإسلام رحمه الله يثبت المجاز. في التحفة العراقية لا يوجد شيء من هذا إطلاقا. إنما شيخ الإسلام رحمه الله كان يحاجج المتكلمين الذين ينفون محبة الله تبارك وتعالى، فبين لهم أن هذا النفي باطل حقيقة ومجازا، وهذا لا شك أنه أقوى في رد مقالتهم حينما تثبت أن قولهم بتأويل ونفي هذه الصفة باطل حتى على القول بإثبات المجاز. لا شك أن هذا أقوى من أن تعلق الأمر على نفي المجاز. فإذا نفينا المجاز أصبح نفي الصفة باطلا، إذا أثبتنا المجاز صار الأمر خلاف ذلك، لأن الخصم سيقول أنا لا أسلم بنفي المجاز مثلا، أو يقول على الأقل المسألة خلافية. لكن أن تثبت له أن تأويل المحبة باطل حتى على إثبات المجاز، لا شك أن هذا أقوى. أما بالنسبة للرسالة المدنية، فأولا ليس فيها ما يدل على أن شيخ الإسلام رجع عن القول بنفي المجاز. وابن القيم رحمه الله لخص هذا الموضع الذي في الرسالة المدنية في المقام الذي نفى فيه المجاز، وشدد النكير عليه كما في مختصر الصواعق. الشيء الآخر، فالرسالة المدنية متقدمة عن تقرير شيخ الإسلام بنفي المجاز، وليست من آخر ما ألفه الشيخ قطعا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اختلاف أهل العلم في حكم عمل المولد، وحاصل المنقول عن أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة اختلافهم في ذلك على 3 أقوال. أولها جواز عمل المولد النبوي بشرط أن لا يشتمل على منكر، وثانيها أنه مكروه غير جائز ولا محرم، وثالثها أنه محرم لا يجوز فعله. والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة القول بالتحريم. يقول الأخ هناك قائل يقول إن مسألة المولد مسألة خلافية بين العلماء، وكذلك كون القرآن كلام الله مسألة خلافية. الخلاف لا يكون معتبرا إذا تقدمه إجماع، هذا الأمر الأول. الخلاف لا يكون معتبرا إذا تقدمه إجماع، بل يكون مهدرا ولا يلتفت إليه. ومن ذلك الاختلاف فيما ذكرنا، نعم من الأمة بل ممن يعدون من العلماء وإن كانوا ليسوا من أهل السنة من خالف في مسألة كلام الله، وقالوا كلام الله مخلوق، وقالوا القرآن مخلوق. لكن هذا الخلاف مسبوق بإجماع السلف، فإن السلف مجمعون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فهذا الخلاف غير معتبر. كذلك المولد، نعم من المتأخرين من يرى المولد النبوي ويحث عليه، لكن تقدم ذلك إجماع، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يروا المولد النبوي لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بالنسبة للتابعين، وكذلك بالنسبة لأتباع التابعين، وكذلك بالنسبة للأئمة الأربعة. وإنما ظهر المولد على يد الفاطميين، فحدث في القرن الرابع أو الخامس، وما قبل ذلك كان مجمعا على تركه. فهذا الخلاف عند المتأخرين لا اعتبار به لأنه مسبوق بالإجماع. كذلك الاختلاف لا اعتبار به إذا خالف الدليل والأصول الشرعية، فليس الخلاف حجة ولا عبرة، وإنما العبرة بالدليل. فإذا خالف أقوام وكان خلافهم يعارض الدليل ويخالف الأصول فإنه لا عبرة بهذا الخلاف، وإنما العبرة بما دل عليه الدليل ودلت عليه الأصول الشرعية. فعندنا أصل شرعي قاطع قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالذي يأتينا ويقول المولد ونقيم المولد نقول له ما الدليل؟ فإن أتى به ولن يأتي، وإلا رددنا خلافه بالأصل الشرعي.
فإن هذا الخلاف مخالف للأصل الشرعي. أنا همكم أنا غمكم أنا شؤمكم أنا سمكم في السر والإعلان، أذهبتم نور القرآن وحسنه من كل قلب واله لهفان، فوحق جبار على العرش استوى من غير تمثيل كقول الجاني، ووحق من ختم الرسالة والهدى. أنه ليست العبرة بالتلميع، بل أنا أقول قاعدة: إذا وجدت الرجل يلمع من الحزبيين ويبرز على أنه الحافظ المحدث الفقيه الإمام، فاعلم أنه منحرف، مثل الددو ومثل الطريفي ومثل العريفي. هؤلاء منحرفون على منهج الإخوان وعندهم انحرافات عقدية وشرعية، لكن هؤلاء المحدث الكبير يحفظ الكتب الستة. فإذا وجدت التلميع من الحزبيين ومن وسائل الإعلام اليوم، فاعلم أن وراء الأكمة ما وراء.